بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أخوان، أسأل الله العظيم من يساعدني في نشر هذا المقطع، إن الله يوجه له الخير وين ما كان، وإنه يستر عليه مثل ما إنه يساعدني في توصيل هذا المقطع. يا أخوان، أنا إنسان سعودي، مواطن سعودي، أقسم لكم بالله العظيم عايش في عذاب ما يعلم فيه إلا الله بسبب وظيفتي في القطاع الخاص. قسما بالله يا اخوان، انا لي 3 اسال الله من ينشر ويساعدني انه ينشر المقطع هذا ويساعدني، ان الله يسهل له اموره. يا ناس، انا متعذب والله، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، اقسم لكم بالله العظيم هذا ثاني يوم ما قدرت اني اكل من قوه الظلم اللي انا فيه. انا موظف قطاع خاص، ما اختصر لكم الموضوع عشان لا اطول عليكم. انا موظف قطاع خاص، اشتغلت ب 2013 في شركه لونا فرع تبوك. في مدير عندي يماني استغل وضع اني انا انسان اجهل في القطاع الخاص ما اعلم شيء. اشتغلت معاه 3 سنوات تقريبا او 2 و8 شهور في هذا المجال. اقسم لكم بالله اني اعمل 5 وظائف براتب حارس امن. انا موظف حارس امن، حراسة امن. اقسم لكم بالله اشتغل سائق شاحنة، اشتغل معقب للجوازات، اشتغل في جميع الدوائر، بما انه انا اعمل عند شركة لازم اني اخدمها في مجال عملي. بعد 2 و7 شهور هذه اكتشفت انه انا اشتغل لحساب مديري اليماني، اللي كان كل ما اشتغل له شيء يقول لي هذه تعميد من الشركه، وكنت اشتغل خوف انه ينقطع رزقي، وصار يهددني 24 ساعه في رزقي ان ما اشتغلت، اذا يا اني اشتغل يا اني افصل. يا ناس، هذا ما يخاف الله. انا مقهور يا جماعه الخير، انا مقهور. أنا مواطن سعودي، ما يصير إني أنظلم في بلدي، في وطني وفي أرض وطني أنظلم. ليش أنظلم؟ ليش لازم أصور مقطع وأرسل؟ يا ناس، أنا أناشد الله سبحانه وتعالى، ثم أناشد الملك سلمان، أناشد ولي العهد وولي العهد إنهم يتدخلوا في موضوعي هذا. الموضوع زاد وكبر، أنا انخنقت وتعبت، ضاع فيني العمر. أنا ما يمديني أرجع أتوظف وظائف حكومية، سني ماني صغير، سني ما يساعدني اني انا اتوظف وظيفه حكوميه. كبرت بالعمر وانتهيت، يعني خلاص، يعني اذا ما لي ظهر اموت، انجن، اروح انتحر. ما هو للدرجه هذه يا جماعه. يا ناس، يا عالم، تكفون يرحم والديكم، وصلوا صوتي هذا، ساعدوني، انشروا المقطع، الله يرحم والديكم. اترجى شخص انه يوصل مقطعي هذا لولاة الامر. انا انسان متظلم، 3 سنوات وانا اعمل خادم عامل، وشيء ما ينقال. والله ما استحيت اني اقول هذا الكلام وانزل المقطع الا من قهر. رحت اشتكيت وزارة العمل. اول ما اشتكيت وزارة العمل دقت علي الشركة وقالوا روح تنازل، واحنا من عندنا نعوضك في جميع اي شيء فاتك. وما قلت شيء، بما انه سعودي اللي كلمني، اللي قاهرني وفجر قلبي انه سعودي اللي كلمني. ورحت وتنازلت في مكتب العمل ودقيت عليه، قلت له يا استاذ اديب الحيسوني، ايش صار في وضعي؟ انا تنازلت وارسلت لكم صورة التنازل. ابسط كلمه انا شفتها منه، روح حل مشاكلك برا عننا. وفي النهايه اليوم التاريخ بعد 3 سنوات يا جماعه الخير، اليوم التاريخ 10/3/1437 21/12/2015. انذار اول. انا لي 3 سنوات، عمري بحياتي ما اخذت انذار، عمري بحياتي ما قصرت مع احد. انا اشتغل 5 شغلات يا اخوان. سائق شاحنه، والله ما عندي رخصه، اشتغل سائق شاحنه، اشتغل عامل قهوجي، اشتغل، والله ما خليت وظيفه، وكل من يشهد. وعندكم شركه لونا في تبوك، اسال الله انكم تساعدوني وتوصلوا هذا الكلام، وقدروا قلب مواطن سعودي مثلكم محروق. قدروا، الله يرحم والديكم. ابغى المقطع هذا يوصل للملك سلمان، ويوصل امير منطقه تبوك الامير فهد بن سلطان، ويحل لي موضوعي. مدير العمل، وزير العمل، اللي مو داري عننا ولا يدري عن شيء، ولا يدري عن اي حاجه. ما عندنا لجان تراجع، ما عندنا لجان تروح وتجي. يا ناس، احنا سعوديين حرام نتعذب اكثر من كذا. والله العظيم، والله يشهد علي الله اني ما اتكلم الا وقلبي